خلاص يا عسول رمضان على وصول حسنات علطول وسيئات بتزول وهنتسحر فول هيخو خيخو خوخو. اهلا بيكم، معاكم محمد الطوخي وفيديو رياكت جديد. لو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه انزل اعمل سبسكرايب علشان انت فايتك كتير قوي، وفي علامه جرس كده جنب السبسكرايب دوس عليها برده علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وانزل اعمل لايك على الفيديو وروح اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واعمل لها لايك برده. ولو انت مش متابعني على الانستجرام هسيب لك لينك الانستجرام في اول كومنت، انزل برده تابعني عليه وكده. وانا بقلب في الانستجرام كده لقيت مودة الادهم منزله صوره مع عربيه غاليه فشخ، يعني هي كاتبه حتى عليها مفيش مبروك ماي نيو كار رينج روفر. اعتقد ان العربيه دي غاليه جدا، اللي اسمعه يعني العربيه دي غاليه جدا، وطبعا العربيه دي هديه. شايفين الشريطه الحمراء اللي عليها وبتاع، يعني انا عاوز اعرف ايه اللي مودة بتعمله علشان يجي لها عربيه بالقيمه دي او عربيه بالشكل ده. يعني انا كرجل اعمال دلوقتي، معايا فلوس كتير، ليه بفكر اروح اشتري لمودة الادهم عربيه بالسعر ده؟ يعني عاوز افهم ده بقى ايه. ولو نزلنا كده في الكومنتات هنلاقي واحد كاتب لها كومنت بالانجليزي بيقول فيه مبروك يا مودة انت تستحقيها. طبعا انت كشخص كاتب الكومنت وكاتب لمودة انت تستحقيها، فانت بتكتب الكومنت ده مش بايدك او مش بصباع ايدك، انت بتكتبه بعضو من اعضائك. عامه فانز مودة وحنين وغيرها، الناس دي ما بتكتبش الكومنتات بصباع ايديها كده، لا، في حاجات تانية هي اللي بتحركهم وهي اللي بتكتب الكومنتات دي. الو. ايوه مين؟ نسيتي صوتي ولا ايه؟ لا بس كنت تعالى بس يا صاحبي هنا، ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ نضاره شمس في البيت وعلى الشراب، ولا والشراب نفس لون البليزر، يعني لو تاخدوا بالكم في تناسق في الالوان. هنا النجم بتاعنا قرر ان لا، مش تامر حسني بس البنات بتحبه، مش تامر حسني بس اللي شيك، مش تامر حسني بس اللي بيعمل ادوار رومانسيه، لا انا كمان ممكن اعمل ادوار رومانسيه. كل ما افكر ان اليوم ده هيعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وهنا كمان فكر ينهي الفيديو نهايه كوميديه. طبعا احنا عارفين ان فيلم عمر وسلمى هو بيصنف فيلم رومانسي، بس هو فيه كوميديا وهيخو خيخو كتير جدا. فالنجم بتاعنا قال لا، مش كفايه الكوميديا دي، مش كفايه الهيخو خيخو ده، لا احنا ممكن نعمل اكتر من كده، ممكن ندي اكتر من ده، يعني ندي المشاهد جرعه كوميديا اعلى. فعمل لنا الفيديو التيك توك كالخراوي ده، ويا ريت يا فنان هو مات خلاص يعني، مش هقول له ما تعملش فيديوهات تاني. زهقت من هالخلفيه وزهقت مني انا، اوكي؟ وزهقت من الاضاءه هي دلوقتي زهقت من الاضاءه وزهقت من حياتها، هي طلعت تقول لنا ليه ده في فيديو؟ يعني احنا مالنا؟ احنا ذنبنا ايه نشوفها كده كل يوم في وشنا؟ بتبقى جميله في المول، لكن انا هنا امشي يا كورونا، مش عارفه اكل ايس كريم لان الزفت كورونا بيكبر في السقعه، فانا مش عارفه اكل ايس كريم. نداء عاجل الى فيروس كورونا، يا ريت تسيبنا وتمشي، يا ريت تلم هدومك وترحل عن مصر، علشان وعد مش عارفه تاكل ايس كريم لان انت بتكبر في السقعه. امشي يا كورونا، يا كورونا امشي، اسمع كلامي بس، اسمع كلامي بس، والله العظيم في مصر. هو انا ما بحبش نوعيه فيديوهات الليبسنج وكده، بس الفيديو ده حلو بصراحه يعني. عاش يا حاج انت وابنك، بس اعتقد انك هتشقط كل البنات اللي عند ابنك بعد الفيديو ده. تامر حسني لتاني مره معانا النهارده. هو انتوا ده بيمثلوا المشهد بتاع عمر وسلمى برضو، اللي هو ايه، اللي هو لما كان لقى حبيبته مع واحد والمفروض نديه واحد ايه ده؟ البنت دي رياكشناتها فظيعه، البنت دي ممكن في المستقبل تبقى ممثله فشيخه. هنا هي المفروض تامر حسني تمام، وهي دلوقتي اللقطه دي هي بتتخيل نفسه او نفسها. انتوا ملخبطيننا ليه يا بنتي؟ بتتخيل نفسه او نفسها، بتتخيل نفسه. هنعتبر ده ويسكي يا جماعه، ماشي، مش بيبسي دايت. اعتقد ان اللي فكر يعمل ابلكيشن التيك توك ده كان قصده النوعيه دي من الفيديوهات هي اللي تنتشر، مش قصده خالص بقى حنين والشيمي والمستنقع اللي احنا فيه، لا
خالص. تخيلوا دول اطفال وعملوا فيديو بخفه الدم دي والتمثيل الحلو ده، بغض النظر عن موضوع ان هي عامله مكان تامر حسني والموضوع فيه شذوذ. هذا الفيديو برعاية نتفليكس. ايه ده زينب؟ طيب اتفرج على الفيديو ولا ما اتفرجش عليه؟ بصوا انا اتفرج عليه كنوع من جلد الذات، تمام؟ زينب ماذا تفعلين؟ أليس لديك ده احمد حسن. واجبات مدرسية يجب أن تنهيها؟ نعم يا أبي، لدي الكثير من الواجبات. حسنا يا زينب، أليس من الأفضل أن تتركي هذا الحاسوب وأن تبدأي في إنهاء واجباتك؟ حسنا يا أبي، سوف أبدأ الآن. ما كل هذه الواجبات؟ إنها كثيرة للغاية. يا إلهي، لماذا لا يوجد أحد يساعدني؟ أتمنى لو كان لي توأم تساعدني في جميع واجباتي المدرسية. أعلم أنها مجرد أمنية لن تتحقق. مش مكمل حفاظا على مرارتي ومرارة السادة المشاهدين مش أكتر. حب جنة دي المفروض بنت بتغنيها الولد، فانت اللي وراك ده صاحبك يا اسطى، انت فاهم حاجه؟ بصوا احنا هنا هنعمل كلر كوركشن على الفيديو علشان نخلي الصوره واقعيه اكتر، فتعالوا نشغله من الاول. هذا الفيديو برعاية نتفليكس. بقولك يا حسون معكش صدارة كليوباترا بس يا محمد. هنا الشيمي بيعمل كاركتره الحقيقي، ما بيمثلش خالص، فتعالوا برضو نعمل نفس الكلر كوركشن اللي عملناه الفيديو اللي فات، لان برضو حاسس ان هتبقى واقعيه اكتر برضو على الشيمي. بقولك يا حسون معكش صدارة كليوباترا بس يا محمد. شكرا يا اخويا. قلتي حلو بيشتغل فين؟ في الاصلاح الزراعي. هديتشي اتبطيتشي واحنا بقى ملناش نصيب معاك في الاصلاح. ليك يا اختي نصيب كبير قوي. هذا الفيديو برعاية نتفليكس. في حاجه بقى نفسي اعرفها، ليه ناس زي الشيمي وغيره ممكن يطلعوا يعملوا اي حاجه في مقابل ان هم يتشهروا او ياخدوا فلوس؟ طب انت لما بتعمل كده هل انت ده يعني انت ما بتبقاش نفسيا من جوه متاثر او متضايق من الشتايم والتعليقات اللي بتجي لك، ولا بتبقى قاعد فرحان؟ انت اكيد بتبقى فرحان ان بيجي لك فلوس، بس لا، ما انت مقابل الفلوس دي خسرت الاهم من الفلوس اللي هي كرامتك. هو الفلوس مهمه وكل حاجه، بس كرامه الانسان دي بتوجعه من جوه كده. انت ما بتوجعش الوجع ده، عارف انت النغزه اللي بتجيلك في كرامتك دي؟ لا دي هل دي ما بتجيلكوش؟ بس يا جماعه دي كانت نهايه الفيديو. لو انت كملت الفيديو لحد الاخر فانا بشكرك، ويا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتدوس على علامه الجرس اللي جنب السبسكرايب وتعمل لايك على الفيديو، وتروح تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وتعمل لها لايك برضو علشان نوصل ل 1000 سبسكرايب على نهايه 2020. 1000 سبسكرايب في 2000 برضو بعيده قوي يا جماعه، انا بمل. عاوزين نوصل الفيديو ده ل 30 لايك. الفيديو اللي فات ما وصلش 12 لايك على بعض، والله العظيم شيم اون يو يا مصريين، يا فانز. انتوا مش فانز على فكره، انتوا اخويا. سلام.